وحديثنا عن مباراة اليوم هنتكلم على ماتش الزمالك والترجي. كانت رضا هزيمة صعبة على نادي الزمالك في ظل طبعا فترة صعبة جدا فاتت على نادي الزمالك. كان الأمل إن النهاردة يحصل حاجة مختلفة والفوز، وبالتالي يبقى في أمل في الفترة اللي جاية. النهاردة هزيمة بتأكد بشكل كبير جدا خروج نادي الزمالك من الدور ده أو خروج من دوري أبطال، وبالتالي ما سوف يحدث الفترة القادمة مجهول بالنسبة للزمالك. مجهول. رأيك النهارده في تشكيلة الراجل، وهل كان في ممكن يختلف او الامور تختلف عن الفترة اللي فاتت، ولا كان الامور صعبة خالص انك تقدر تغيرها باللعيبة اللي موجودة وبالإدارة الفنية اللي موجودة؟ الراجل لسه في الغيبوبة بيقول لك احنا ما زلنا امامنا 9 نقاط، انت مش هتجيب منهم ولا بونت. ده انت بالمستوى ده وبالشكل ده وبالتفكير بتاعك ده وباللعيبة اللي انت بتلعبها ده مش هتجيب كورنر. واخد بالك؟ طبعا هو بدأ تشكيل. انا دلوقتي في موقف حرج، انا خسرت من شباب بلوزداد وجيت اتعادلت مع المريخ اللي كنت مفروض اكسبه عشان ان انا اعدي الازمه دي ويبقى عندي امل حتى لو خسرت النهارده ان انا يبقى في ماتشين على ملعبي اناوش فيهم واخدهم والكلام ده. طبعا بدأ بتشكيل كارثي، انت بتلعب على الفوز، اروح العب ب3 مساكين ليه؟ والثلاثه شكل بعض وما فيهمش ميزه ومحدش لا بيزيد ولا حد لعيب كوره ولا حد بيحط الكوره في الرجل. مين كانت الثلاثة مساكين؟ حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني والمسلوسي. كان بيلعب ب4-3-3. والمسلوسي مساك اصلا؟ ما مش مساك. لا بيلعبوا النهارده، كان بيلعب مساك وقدامه عمر جابر على اليمين والناحيه الثانيه عبد الشافي واثنين ديفندرات عمرو السيسي يعني ما تمشيش 4-3-3 كابتن يا عم. لا انا العب 4-2-3 عشان اكسب. عشان اكسب. فانت من البدايه ماشي، بس انا في حالتي دي يا كابتن، في حالتي حتى لو انا عايز اكسب ولازم العب بخطه هجوميه، حالتي وحاله لعيبتي والشكل اللي موجود، ابتدي بان انا ممكن اكون في نص ملعب ناقص واحد عن اللي حصل النهارده. ناقص واحد ازاي؟ يعني تلعب ب2 ما تلعبش ب3. هو اي حد يعني اي تفكير بيجي عند اي مدرب انك تيجي تلعب فريق كبير زي الترجي ان العب ب3 في نص الملعب. طب ماشي، على الاقل اول الماتش ما انت هتلاعب سيف فاروق جعفر قدام الناس دي. هتلاعب الاثنين اللي انت لعبتهم. حط قدامهم سيف فاروق جعفر، شيل واحد من ال3 اللي ورا دول وحط مين؟ سيف فاروق جعفر. يبقى همزه الوصل بين الديفنس ونص الملعب والفراوده، لان الوحيد اللي هيمسك الكره هو الوحيد اللي الفتره الاخيره بتشم ريحه الخطوره لما بيمسك الكره هو، مش زيزو. فانت قعدته ليه على الدكه؟ دي رقم 1. رقم 2 سيد نيمار، انا عايز الطم وربنا عايز الطم. يعني 2 ما بيعرفوش يباصوا، قول لي ميزتهم ايه؟ لا بيباصوا ولا بيدافعوا ولا بيهاجموا، بس لابسين تيشيرت نادي الزمالك. الاثنين اللي اسمه المسلوسي واللي اسمه عمر. المسلوسي في الشوط الاولاني كان بيدافع كويس، كان بيدافع كويس والله. يا عم انا عايز اكسب، انا مالي؟ انا العب ب2 ما هو 3 زي الاثنين. واخد بالك؟ وفي بقى الهجاص الكبير اللي ضحك على كل جماهير نادي الزمالك، لا بيضغط ولا بيتحرك. يعني يا جماهير الزمالك اتفرجوا لما بيمسك كوره، سواء عبد الغني او عمر او اسمه ايه ده عبد الشافي او حسام، شوفوه بيتحرك ازاي. ده بيروح للراجل في الوش. يعني مثلا حسام اللي ماسك الكوره ولا عبد الغني بيروح له في الوش. انا مفروض ان الراجل ده ماسك الكوره ومد وشه الملعب، اعمل ايه؟ خد له جنب كده، اخد جنب والقدام. مش هروح له اجيب الراجل اللي هو اللي ماسكني واروح بيه عليك. دي رقم 1. رقم 2 تحركاته المفروض تبقى بين كل 2 لعيبه. بس دي يا كابتن برضه ما تحملش اللاعب، يعني في مدير فني بحفظ زي ما قال كابتن ابو الدهب. نايم مش دريان بحاجه. طيب انا كلاعب مش هتطور غير لما المدرب يكون اولا يا حبيبي. انا من غير امال انت بتلعب منتخب مصر ازاي وجاي نادي الزمالك ازاي؟ ده الف في كوره في الديفندر يا عم فاروق. بنفضل نخطئ في تحركاتنا لغايه لما نبطل كوره يا حبيبي. ماشي، بس ده دي الف في كوره بالنسبه للديفندر. يا راجل يتفرجوا على توريه، اتفرجوا يا ديفندرات مصر، ابوس ايد ابوكوا اتفرجوا وشوفوا الراجل ده بيعمل نفس الفرقه النهارده بتاعت سان داونز.
اللي بيلعب الكره على غيبا كده وكده ويغير اتجاهاته، حافظين بعض، حافظين اماكن بعض. نفس تورين نفس الكلام ده. شوفوا بيمسك ايه، ده هو اللي مخلي رمضان وعبد الله والناس دي عباقره، عشان ان هو بيمسك كره. يعني كده اللعيبه في مصر تتحمل جزء يا كابتن من اللي بيحصل. يا عم لا، انا بكلمك على واحد، انا بكلمك على واحد ضحك طيب يا على كابتن مصر. يا كابتن، ما هو ضحك على واحد، ده بيلعب في نادي الزمالك، ده دونجا ده جاي نادي الزمالك عشان يلعب. انت صحيت يا كابتن مش على صحيت، ما انا صحيت. بنتكلم انت بقى، ما احنا انت بنتكلم يبقى على انت واحد. بتحمل يقول واحد يا إيه؟ كابتن. بعد ما خلص. طب ما هو في لعيبه اصلا النهارده حرام تلبس تيشيرت نادي الزمالك والتغيير غلط. النهارده شيكابالا بيعمل ايه؟ النهارده المسلوسي عمر جابر، ما ده النهارده ما غلطة انا بقول لك مين بقى؟ ما ده اخطاء. يعني انت عاوز تكسب السنة دي الترجي غلطة، في ما احنا لسه الترجي بنقول اهو. لازم الاعب لعيبه يكون عندها احنا قوه بنقول اهو. عشان اضغط. طب هيجيبه منين؟ هيجيب منين؟ يجيب لا، منين؟ في ما عنده بره. عنده مين؟ بص يا قول لي عم. الاسماء يا كابتن. ما انا هقول لك، احنا حطينا تشكيل هنا انا واسلام المره اللي فاتت تمام. ما يخرش في وربنا لو تشكيل لعب كابتن بيه. رضا عبد العال. لا، لو لعب بيه وربنا يكسب، ولو ما كسبش هاتولنا ما عندكم يخسرش. التشكيل اللي قاله كابتن رضا قبل كده، قولوا كابتن تاني. بص يا عم، عواد كان وعبد عواد. شافي اه. وحسام عبد المجيد وعبد الغني، واخد بالك، سيد نيمار. عبد الغني ناحيه اليمين يعني. لا، اتنين مساكين بس، مساكين. اوكي. واخد بالك، سيد نيمار ناحيه اليمين، وسيد نيمار ناحيه اليمين وعبد الشافي ناحيه الشمال، اتنين في نص الملعب. رؤى المظلوم ده مكان اللي هو بيهجس ده وعمرو السيسي. قدامهم سيف فاروق جعفر، على الشمال اسامه نبيه، على اليمين زيزو، وقدام سيف الجزيري. في مشكله؟ طيب الزمالك احلو امتى؟ لما الرجاله دي نزلت. سيف نزل. صح ولا غلط؟ وبقى في خطوره وضغط. وعلى فكره والله العظيم مع كل الاحترام، فرقه الترجي فرقه تحس ان هم عواجيز في الملعب، بس عندهم خبره. اقف وسلم، اقف وسلم، اقف وسلم، رجل في رجل، رجل في رجل. هو ده اللي خلاك. بس برضه الجول اللي جه كابتن الاولاني خطا وحش من دونجا. انت شفت الجون كويس؟ يعني انت مش بتحمل عواد؟ ما رقم واحد دونجا. انت بينك وبين الخط نص سنتي، نص سنتي، بتخلي الراجل يلف ويرفع ليه. ده تشكيلك كابتن رضا اللي انت قلته. ماشي كمل. واخد بالك؟ الكوره الراجل خدها وكان مديله ظهره، وبعد كده قام جاي لف بيه، وبقى المساحه بين الخط وبين رجل دونجا حاجه بسيطه. انت سيبته ليه يعمل الكروس؟ يعني مثلا ده يشيل 50 وده يشيل 50، عواد 50 وهو 50، ليه؟ انت فاكر في جون مره مش عارف عماد متعب ابو تريكه خد وائل اباني ودخل بيه تاني، دخل بيه على الملعب، ما تسيبه يخرج، لو خرج كان هيطلع ناحيه الكورنر. واخد بالك؟ هو قام جاي داخل، فهو وائل قفل ناحيه الخروج وساب الحته، مش عارف مين اللي جاب عماد متعب ولا فلافيو مش فاكر يعني. فانت لا، انت ازنقه على الخط وما تخلوش ان هو يلف ويشوف جونك. اضغط عليه وحط رجلك صح. ده راح ولا حط رجله صح ولا ضغط عليه وسابه رفع. طبعا الكره كانت اعلى من عواد وبسرعه حط ايده فيها، عليت راحت للراجل حطها بوش رجله. واخد بالك؟ فاحنا بنقول التشكيل ده، وربنا لو كان لعب كان الزمالك كسب. بس الراجل اللي واقف على الخط عنده غيبوبه، مش عارف يعني ايه. هو انت سيف فاروق جعفر الماتشين اللي فاتوا اللي انت كسبتهم وكان شكلك حلو فيهم، هل هو مش في دماغه خلاص كابتن؟ ايه؟ يعني الراجل مش في دماغه؟ الراجل ما فيش في دماغه حاجه. لا يعني لا، ده اما هو مدير فني كبير يا عم ومعروف خلاص بقى، كان على مستوى العالم، كان يا مكان. ما هو مش الحب ممكن. ده مالي بالعكس، ده بيتنا. انت كل ما تكبر في التدريب يا عم خلاص، كل ما فكرك يكبر الصابوله ويعلى. فلتت خلاص، مش قادر اسيطر، مش قادر. وبعدين هو لو انت شايف، انا كلنا مصر كلها وكل النقاد وكل المحللين وكل المدربين، ميزه شيكابالا ان ينزل لك اخر ربع ساعه تلت ساعه، انت بتديله من اول ماتش يمكن كان عايز يستغله في فكره الخبره من البدايه. خبره ايه؟ ده يثبت كله اللعيبة جري، في ده الملعب. بالعكس، ده انت في الاول ده كله جري وطحن وضرب والكلام ده مش بتاع شيكابالا خالص. عايز واحد صغير زي يوسف اسامه نبيه يناطح معاهم ويخبط معاهم، واخد بالك؟ والناحيه الثانيه زيزو، وبعد كده سيف الجزيري. لا هو كمان اللي خلى شيكابالا لغايه، يعني احنا بنتكلم في الدقيقه كام؟ دقيقه 80 شيكابالا لعب الماتش كله يعتبر. طبعا بدنيا لعب الماتش كله. ده هو مغير في الدقيقه كام؟ لا هو اول واحد بالحاج لما نزل مكان عامل 46، لكن حرق شيكابالا خرج في الدقيقه 80. يوسف اسامه نبيه. بص، سيد نيمار نازل في الدقيقه 80، يوسف اسامه نبيه نازل في الدقيقه 80، ناصر منسي نازل في الدقيقه 89. قول لي سيف الجزيري طول ال 90 دقيقه دي خد فاول على ال 18، ده مش عارف يقف على الكوره.
ده بياخد الكره وبيديها لهم يا اما بيقع. فلازم كان التغيير. انا خسران 1-0 الشوط الاولاني، يا عم انت لعبت بالشوط الاولاني بالناس دي وخسران، طلعت خسران، اعمل ايه؟ لازم بقى انزل اللعيبه اللي انا بقول لك عليها دي، تفرق كتير. لان هو في اكتر من خساره. لا خلاص انت مش باقي على حاجه خلاص. يبقى اعمل ايه؟ يا صابت يا خابت، يا الناس طلعت